السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فايش الافران. هعمله معاكم بخطوات سهلة وكمان مكونات اقتصادية وموجودة في اي بيت. اللهم بارك، الفايش طالع دايب ومش معضم. كل الخطوات دي هنشرحها مع بعض ان شاء الله، بس يا ريت تتابعيني للاخر. ويا ريت لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه انا نزلت بميه 400 جرام في اول العجين، وبعد كده نزلت ب 100 جرام سكر، وكمان نزلت بمعلقه خميره فوريه كبيره، يعني على الميزان 10 جرام. قلبت السكر والخميره الاول علشان اتاكد ان الخميره نشطه ولا لا. لو عملت باقي معاكي فقاعات وكمان ريحتها ظهرت يبقى كده تقدري تشتغلي بالخميره. لو ما عملتش يبقى الخميره كده مش نشطه خالص، ما تشتغليش بيها. والميه اللي انا عجنت بيها ميه دافيه زي دمع العين. وبعد كده نزلت ب15 جرام كركم، واهم حاجه نوع الكركم يكون نوع كده اللي هو النظيف، اللي هو بيبقى فيه منه غامق وفيه منه فاتح، فنجيب اللون الفاتح مش الغامق قوي. ونزلت كمان بمعلقه خل، وفايده الخل بيخلي المعجنات خفيفه بعد السوا، ويخلي الفيش معاكي خفيف ومش مكتوم. وبعد كده انا قلبت شويه، نزلت بقى بكيلو الدقيق، والدقيق انا نخلاه كويس في الاول، ومع الدقيق رشه ملح. وفي اول العجين انا قلبت بالمعلقه، وبعد كده نزلت بايدي علشان اظبط العجينه. وفي اول العجين كمان انا ما ضفتش ال 400 جرام ميه، ولقيت بقى لسه في دقيق، فجبت كده 200 جرام ميه. وهنزل بالميه واحده واحده علشان اظبط العجينه، وهقولك في نهايه العجين هي اخدت معايا ميه قد ايه بالظبط علشان تظبطي العجينه. بس اهم حاجة في اول العجين لازم نعجن العجينة يابسة، وبعد كده نطري فيها واحدة واحدة، يعني ما نطريش العجينة مرة واحدة علشان العجينة ما تتقطعش، وكمان يكون خدمنا العجينة كويس. ادي بقى في نهاية العجينة طرية وناعمة، بس ما فيهاش اي تلزيق. اخدت معايا مية 550 جرام، بس على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. في دقيق بقى بيبقى ليه عرق قوي فبيشرب سوائل اكتر. نخلي بالنا بقى من خطوة زي كده ونظبط العجينة، نخلي العجينة في الوسط، ولا طرية قوي ولا يابس قوي، علشان الفيش يبقى خفيف ومش مكتوم وكمان ما يبقاش معضم. بعد كده انا هقطع بقى العجينه كلها مره واحده. عملت بقى الكيلو 8 قطعات، القطع كلها قد بعضيها ما شاء الله. وانا بقطع العجينه بتلم على طول، وكمان وشها ناعم علشان العجينه اتخدمت مظبوط. اهم حاجه هي خطوات العجين. عايزاكي بقى تتعبي شويه في العجين وتعملي العجينه يابسه في الاول، وبعد كده تطري فيها واحده واحده، كده بقى هتوصلي للقوام العجينه المظبوطه في الاخر. بعد بقى ما خلصت على طول عملتهم 8 قطعات وغطيتهم بالكيس علشان ما يعملوش معايا طبقه ناشفه، وهشتغل فيهم على طول. لو لقينا في اي تلزيق في العجينه بنمسح بقى الصينيه او الرخامه اللي احنا بنعمل عليها بمسحه زيت بسيطه خالص. بس العجينه هنا ما شاء الله مش محتاجه زيت ولا محتاجه حاجه خالص. العجينه هي طريه بس ما فيهاش اي تلزيق. وانت بتفردي كده لو لقيتي العجينه كل ما تفرديها بتلم، سيبي بقى العجينه تريح شويه وارجعي افرديها. لو حسيتي ان العجينه يابسه جامد معاكي يا ريت تقومي تظبطيها قبل ما تشكليها، يعني تطريها واحده واحده تاني، وتخلي العجينه كده في الوسط علشان الفايش يبقى طري. وكمان يا ريت ما ننسيش معلقه الخل علشان الخل هو اللي هيخلي معاكي الفايش خفيف. نيجي بقى نلف الفايش، كل ما بنلف لفه بنضغط عليها شويه وبنرجع بالعجينه لورا علشان بقى الفايش ما يبقاش فيه اي فراغات من جوه، وكمان العجينه لو طريه معاكي ما يفرش قوي معاكي في الصاج. العجينه الطريه المخبوزات بتاعتها بتكون طريه بعد السوا، بس اهم حاجه ان احنا ما نطرهاش قوي قوي تكون بتتلزق جامد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. نيجي بقى نقفل الفايش، هيتقفل معانا بكل سهوله. لو لقينا العجينه ما بتتقفلش نضغط عليها شويه علشان ما يفتحش معانا اثناء السوا. في الوقت ده هتعرفي العجينه مظبوطه ولا لا. لو قفلت العجينه وبترجع معاكي تاني يبقى كده العجينه كانت يابسه جامد. ويا ريت عجينه الفيش ما تبقاش يابسه علشان ما يفتحش معاكي اثناء السوا. تيجي كده بتسويه تلاقيه فتح من على الجنب. التسويه هتشوفيها معايا ما شاء الله ما فتحش معايا، والتسويه كانت مظبوطه. ويا ريت بعد ما نشيله ونحطه في الصاج نضمه كده بايدينا. الصاج بقى اللي بنسوي فيه مش ممسوح اي ماده دهنيه. انا عملت بقى الكميه كلها، وبعد ما خلصت خالص انا غطيتها بالكيس علشان هسيبها تخمر. واهم حاجه هي وقت الخمر، يعني ما نستعجلش عليه ونقوم نسوي الفيش الا لما نلاقيه خمر. بعد كده هنشغل الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق. بعد كده بقى بنوطي البلاطه خالص زي الشمعة، وكمان نوطي الجنوب، وندخل اول صاج احنا عملناه في الاول علشان بيكون اختمر، وبندير بقى الصاج كل شويه علشان يدينا لون موحد. الفيش ما فرش معايا اثناء السوا ولا كمان فتح واحنا بنسويه. اهم حاجه هي خطوات العجين، عشان كده بقولك تابعيني للاخر. لو لقيت الفيش بيفتح معاكي من على الجنوب يبقى كده العجينه كانت يابسه جامد. وكمان اللفات واحنا بنلف الفيش ما كناش بنضغط على اللفات ونلفه لورا علشان يعمل لنا طبقات كتيره. ادي بقى تسويه الفيش من فوق ومن تحت يا جماعه.
وكمان الفايش طري جدا. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو وصلت معايا لغايه كده يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى احط اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. الفايش خفيف وطري. بنسيب بقى الفايش بعد ما سويناه اقل حاجه كده ساعتين لما يبرد خالص علشان ساعة ما نيجي نقطعه ما يتهريش. بس انا علشان خاطر التصوير سبته نص ساعة تحت المروحة. بس انتي سيبيه اقل حاجة كده ساعتين لما يبرد خالص معاكي علشان ما يتهريش. بعد كده بنجيب بقى سكينة مشرشرة وبنقطع الفايش رايح جاي، منضغطش خالص يعني رايح جاي كده. بنقيس بأصبع وبنقطع عليه. بنقطع بقى كل الكمية بنفس الطريقة. لو الفايش طالع معاكي تقيل ومكتوم يبقى كده الفايش هيبقى معضم في الاخر. بس ما شاء الله الفايش خفيف ومفيهوش اي فراغات من جوه وكمان طري جدا. كده الفايش بقى بعد ما احمصه هيبقى دايب ومش معضم. شايفين الطراوة؟ اللهم بارك. بجد تحفة. انا عايزاكي بقى تمشي على كل الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط. هي طريقته سهلة واي حد يعرف يعمله، وكمان مكوناته اقتصادية وموجودة في اي بيت. يعني بشوية زيت وشوية سكر هنعمل الفايش في البيت. اللهم بارك هيطلع احلى من اللي احنا بنشتريه من بره بكتير. طعمه بجد تحفة وخفيف ومش معضم. بعد بقى ما قطعت الكمية كلها انا رصيت الفايش بالشكل ده كده علشان يتحمص معايا من الجنبين، ورصيته كمان جنب بعضيه. هندخله بقى بعد ما الفرن بيسخن علشان هنحمص الفايش على نار هادية خالص علشان ما يبقاش معضم. بعد ما رصيت بقى بالكمية كلها قمت بقى شغلت الفرن يسخن تاني، وطيت النار خالص زي الشمعة، ودخلت بقى الصاج ودرته كل شوية. يعني الصاج بياخد كده حوالي 15 دقيقة. بس اهم حاجه ان انت ما تعليش النار علشان ما يديكش تحميصه من بره ومن جوه يبقى لسه طري. وتطلعيه بقى ينشف معاكي كده في الهوا. بتلاقي بقى يبقى معضم تاني يوم. بس ما شاء الله وتحمصيه على نار هاديه تاني يوم بيبقى معاكي كده زي البسكوت دايب. وتاكليه كده يعني بيدوب معاكي مش معضم. ريحه الفايش بقى وهي بتتحمص مش قادره اوصفها لك. ريحتها بجد تحفه. انا كده عملت كل الكميه معايا، حمصتها على نار هاديه. ادي الفايش تدوسي عليه دايب مش معضم. اللهم بارك. لو بقى طلعتيه كده مش محمص حلو هتلاقيه من جوه طري ومن بره هيديكي تحميصه كده جامده. بس شكل الفايش اصفر وجميل يعني محمص تحميصه حلوه. وما تحمصيش الفايش جامد قوي علشان ما يبقاش مر معاكي في الاخر. تحميصه كده على نار هاديه. وادي كل الفايش انا بقلب لك من فوق ومن تحت. الفايش محمص بجد تحفه ومفيهوش اي فراغات ولونه كمان جميل جدا. اهم حاجه ان انت تمشي على نفس الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط. وما شاء الله الفايش من جوه شايفين يعني مفيهوش اي فراغات وكمان مقرمش ودايب. والكيلو بقى بيعمل كميه كبيره. ادي بقى كل الكميه اللي معايا. بتمنى بجد ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناه واستناني في فيديو جديد.